ضيفنا اليوم لبرنامج من زاوية ثانية الكابتن فاضل صفر، مدرب في رياضة الجودو. دخل مشواره الرياضي في رياضة الجودو سنة 1995، وبدأ مشواره مع نادي السالمية الرياضي، حاصل على المركز الأول في جميع الفئات من فئة الصغار إلى فئة العمومي. انضم إلى منتخب الكويت سنة 2001، وحصل على 6 ذهبيات في بطولة الخليج، ثم توجه إلى مجال التدريب، وكانت بدايته مع نادي السالمية كأصغر مدرب في الكويت. رحلة طويلة ومشوار طويل مع رياضة الجودو، ولكن خلونا نتعرف على ضيفنا ومشواره الرياضي، ولكن من زاوية ثانية. متابعينا الكرام، نجدد اللقاء فيكم والتحية في حلقة جديدة من برنامجكم من زاوية ثانية. في برنامجنا دائما ما نتطرق إلى مجالات عديدة وإنجازات كثيرة يسوقها شبابنا اللي تطرقوا فيها إلى صعوبات وتحديات إلى أن وصلوا إلى هذه النتائج التي يشار لها بالبنان في شتى المجالات. ومعنا اليوم الكابتن فاضل صفر، مدرب لعبة الجودو. حياك الله معنا. الله يحييك. يا أهلا كابتن فاضل. يعني مشوار الجودو أنت تنقلت فيه من البدايات إلى أن يعني ما شاء الله مثل ما احنا شايفين تبوأت مناصب كثيرة وبطولات كثيرة. تاخذنا إلى سؤال جدا مهم، سبب اختيارك للجودو؟ في البداية أنا سبب اختياري للعبة الجودو نوعا ما تقدرين تقولين كان إجباري، ما كان اختياري. أنا من محبين كرة القدم أساساً، وكنت ألعب لعبتين، كنت ألعب كرة القدم والجودو. سبب اختياري لعبة الجودو، أنا من أسرة رياضية بحتة، بيتنا في الكامل لاعبين جودو، حتى أعمامي لاعبين جودو. فالتحقت في رياضة الجودو، السبب كان عن طريق الوالد. احنا صغار الوالد ياخذنا النادي ونروح. صار عرف بالعائلة كلها. بالضبط. تبي تلعب سلة، تبي تلعب كرة، تلعب سباحة، جودو هذه مقرر. أساس. أيوة أساس. فأنا تدرجت في لعبة الجودو وفي لعبة كرة القدم لتقريبا تحت 17 سنة. تحت 17 سنة كان عندي أن أنا بين خيارين، يا إما أستمر في لعبة الجودو أو أستمر في كرة القدم. فأنا كنت مميز جدا في لعبة الجودو، كنت حاصل على إنجازات كبيرة خلال يعني لعمر 17 سنة، كنت حاصل على إنجازات وايد. في كرة القدم ما انضميت إلى المنتخب، كنت لاعب في النادي، كنت لاعب أساسي، لكن ما تم انضمامي للمنتخب. تدرين في عمر 17 سنة يعني الشاب يكون عنده طموح، وفي سن المراهقة على كثرة المعسكرات اللي صارت معي في رياضة الجودو هي اللي حببتني في اللعبة أكثر. يعني صار عندي معسكرات خارجية، بطولات خارجية، إنجازات أكثر. فهذا السبب اللي خلاني أتوجه حق رياضة الجودو وأحبها أكثر وأتعمق فيها أكثر، وخلاني حتى أشوف أبوي يعني رمز في اللعبة وأحاول أني أوصل لإنجازاته أو أتعداها أو أتخطاها. فهني قررت لسن 17 سنة قررت أني أترك رياضة كرة القدم وأتوجه حق لعبة الجودو، واستمريت فيها. يعني شيء جميل أن منافسينك من أهلك، يعني وأكيد هم حققوا نجاحات كثيرة، وهذا حافز أن أنت تدخل هذا المجال. ولكن أيضا يعني الجميل أيضا أن أنت في عمر 17 سنة، غالبا الشاب في هذا العمر تكون اختياراته وانتقاءاته مو دقيقة، ولكن بالانضمام للمعسكرات والتدريبات والتوجيه ممكن أن الشاب يلاقي خط سير صحيح. هذا الشيء احنا للحين يعني انا اواجهه مع بعض اللاعبين. احنا يعني انا ما احب اقيد احد انه يكون في لعبه معينه، مع انه طبعا انا من صالحي ان اللاعب يكون في لعبه الجودو، لكن على التجربه اللي انا عشتها ما احب اقيد لاعب عندنا او حتى ولي امر مرات يكون بيشارك عنده، يعني بيشارك ولده عندنا في النادي. فانا دائما اقول له لا تجبر ولدك على رياضه معينه. ويقول لي كابتن مثلا ابي ولدي شخصيته ولا البنيه الجسمانيه ولا الرياضه هو كولي امر هو يحبها، فانا اقول له لا، خل ولدك هو اللي يختار، لانه هو اللي بيكمل المشوار. بالضبط، هو اللي راح يكمل، هو اللي راح يعيش التجارب، وهو اللي راح يمارس الرياضه، فخله في مجال هو يحبه.
هذه عن تجربه انا عشتها. فهذا اللي صار معي انا، ان في لعبه الجودو الخيار كان عندي انا مو عند الوالد، مع ان الوالد كان يوجهني اكثر ترى على كره القدم مو على الجودو، وهو يعني من صغره لاعب جودو، وكان يوجهني على اتجاه ثاني، كان يشوف فيني يعني عنده نظره فيني انه لا توجه حق كره القدم افضل لك. بس الحمد لله صارت يعني خيره بالنسبه لي، واختيار كان بالنسبه لي ولله الحمد لله موفق، يعني توجهت حق رياضه الجودو في شيء انا احبه وانا مختاره بنفسي. اكيد طبعا الاختيار اللي يكون عن قناعه يتبعه استمراريه واصرار على تحقيق مزيد من الانجازات، ومثل ما نشوف ما شاء الله لك انجازات كثيره. لو تكلمنا عن ابرز الانجازات والمراكز اللي حققتها في هذه الرياضه. الحمد لله انا في يعني البعض يستغرب ان انت عندك عده بطولات خارجيه، بطولات محليه، لكن في بطوله انا هذه تعني لي الكثير، اللي هي كانت في بطوله تحت الاشبال، بطوله محليه. كان عندي منافس انا كنت اشوفه منافس يعني اشوفه شرس جدا، ولاعب بطل، ولاعب هم كان حتى في المنتخب كان منافس معي. فكنت كل ما العب معاه في بطوله محليه كان مسبب لي عقده نوعا ما، لكن حطيت الشخص هذا براسي لمده سنه كامله تقريبا او موسم كامل. انا كنت استعد له استعداد، كنت اتمرن صبح وعصر بس علشان اواجه هذا اللاعب. ما كان ببالي حتى البطوله نفسها، لا كان ببالي الشخص، كان هو التارجت مالي، يعني هو التحدي الاساسي بالضبط. فاستمريت لموسم كامل اتمرن واتجهز، طريقه المسكه، ستايل اللاعب اللي قدامي احاول، يعني قدرت تعرف نقاط ضعف بالضبط، حتى المسكه اللي يمسكها، الوقفه اللي يوقفها، درست اللاعب بالكامل لين ولله الحمد تواجهت معاه في البطوله وفزت على اللاعب، وتالي عاد حطيت ببالي طموحات اكبر اللي هي البطولات الخارجيه. ولو تكلمنا بشكل اعمق عن البطولات والنجاحات اللي حققتها بعيدا عن البطوله الخاصه هذه. مثل ما ذكرت انا الحمد لله عندي بطولات محليه، انا في انجاز افتخر فيه، اللي هو يعني من اللاعبين القلائل انه يكونون انت من بدايه حياتك او بدايه مسيرتك في الرياضه او في اللعبه نفسها تحقق المركز الاول في جميع المراحل السنيه لفئه العمومي. هذا انجاز انا الحمد لله افتخر فيه، لكن هذا ما يجي عبث، يجي بمجهود كبير. وانا قلت في البدايه احنا من اسره رياضيه، انا ابوي يعني بطل من ابطال اللعبه وتاريخ حافل بالانجازات، فهو كان يركز علينا تركيز كبير جدا. احنا حتى عندنا الوالده الله يحفظها من ناحيه الاكل، من ناحيه التغذيه، من ناحيه التمرين في النادي، كانت تهتم فينا بشكل كبير. فالانجازات اللي نتكلم عنها ما يتعبث، يت بمجهود كبير، تمرين صبح وعصر ومعسكرات خارجيه. يعني ايضا انت عندك اهتمام ورعايه من داخل الاسره من ناحيه يعني التغذيه والاهتمام والعنايه فيك من داخل الاسره، وايضا من الخارج بالنادي من ناحيه التمارين، فهذا كفل لك النجاح. بالضبط، يعني احنا ببيتنا الوالد لاعب، اخوي الكبير لاعب، انا لاعب، اللي اصغر مني لاعب، احنا ليه اخوي الصغير هم لاعب جودو، احنا 5 في البيت كلنا ابطال في اللعبه نفسها. عندنا واحد بس حاله شاده لاعب كره قدم بروحه اللي طلع مشتاط، احنا الباقي كلنا لاعبين جودو. فاحنا في البيت يعني نتنافس بيننا بين بعض على الانجازات، كل واحد منه جايب اكثر من الثاني، ومنه عنده بطولات مثلا اكثر يعني من الثاني. فالحمد لله على مدار السنين هذه وعلى مدار يعني السنوات الماضيه حققنا انجازات عديده، بطولات محليه وبطولات خارجيه ولله الحمد. اكيد، يعني هذا التنافس المستمر يعني يكون داعم كبير ان انت تلاقي الدعم من داخل الاسره. لو بسالك عن الفرق بين مشاركتك في البطولات المحليه والبطولات الخارجيه، يعني التجربه بشكل العام، الاجواء، روح المنافسه بين اللاعبين، شنو الفارق بينهم؟ فرق شاسع. عندنا احنا ما اتكلم انا من الناحيه التنظيميه فقط، من الناحيه التنظيميه احنا الاتحاد الكويتي للجودو ما شاء الله تبارك الرحمن تنظيم جدا ممتاز ومميز، لكن اتكلم من الناحيه التنافسيه. احنا عندنا في البطولات المحليه انت ممكن تنافس نادي، تنافس اشخاص في وزن معين، في تحقيق نتائج اكثر من فريق. لكن المنافسات الخارجيه انت عندك
الوطن، يعني انت تحمل شعار دولة مسؤولية. الكويت، مسؤولية كبيرة. يعني انت ممكن يعني النتيجة الخارجية في حال فوزك يعني لك شيء الكبير، انت شايل علم الكويت، هذا بحد ذاته يعطيك حافز كبير جدا. فانا اشوفها فرق شاسع جدا من المنافسة الخارجية والمنافسة المحلية. المنافسات الخارجية انت ممكن تواجه لاعبين محترفين، ممكن تواجه لاعبين هواة. في الغالب احنا نواجه لاعبين محترفين، لان احنا عندنا في الكويت تعتبر لعبة الجودو في الكويت لعبة للهواة. فالمنافسة برا في الخارج منافسة جدا صعبة. واحنا كنا في الكويت اتكلم خليجيا، احنا متسيدين البطولات في يعني الكويت ولله الحمد هي متسيدة الخليج في الانجازات. احنا كنا ننافس اللاعبين المحليين اصعب من بطولة الخليج عندنا. يعني انا اذا احقق بطولة خليج، اذا كل اللاعبين على مستوى عالي من الاداء ومن تحقيق النجاحات، فالمنافسه بينهم جدا صعبه. احنا لما كنا مثلا اللاعب عندنا اللي يحقق بطولة محلية كان نوعا ما يضمن البطولة الخليجية. كنا نشوف على المدى البعيد، نطالع احنا البطولات مثلا الآسيوية، البطولات العالمية هي اللي ممكن نواجه فيها الصعوبة. ويعني الحين يعني ما عندنا يعني اللاعبين اللي ممكن مثلا يواجهون صعوبات في الخليج، لكن إذا كان في مثلا اهتمام أكبر في اللاعبين ممكن البطولات العالمية. لكن خليجيا ولله الحمد الكويت متسيدة ولله الحمد. الحمد لله. يعني هذا شيء يعني يعزز عندنا الشعور بالفخر ان شبابنا متصدرين في مجال لعبة الجودو. كابتن فاضل، لو بسألك شنو سبب اختيارك ان انت تنتقل من مرحلة لاعب محترف ومتميز ومتألق في لعبة الجودو إلى مدرب لعبة الجودو؟ هذه أنا كان من صغري عندي شغف، يعني كان عندي طموح أن أنا أوصل لمرحلة التدريب. مثل ما قلت لك أنا كان قدوتي في اللعبة الوالد الله يطول بعمره، هو اللي تدرج. يعني التدرج اللي أنا ماشي فيه كان على خطى الوالد. الوالد وصل للتدريب، فأنا كنت أشوفه هو قدوة بالنسبة لي، وكان عندي طموح أصير نفسه. طريقة التحول اللي أنا اتجهت لها، أنا كنت في لعبة الجودو من أصغر المدربين اللي توجهوا لمجال التدريب. الحين عندنا احنا في بعض اللاعبين ترى بعمري هم لاعبين للحين، لكن أنا مدرب تقريبا بحدود 10 سنوات. توجهت للتدريب، حصل لي موقف في سنة 2013 أو 2000، يعني موسم 2013 2014 أنا كنت لاعب وأحاول أستعد حق بطولة محلية في الكويت. عندنا مدير اللعبة الله يذكره بالخير الكابتن محمد حيدر، شاف فيني يعني قائد حق الفريق، كنت أوجه ربع اللاعبين وطريقة البطولات وأشرح لهم شلون تلعب شلون كذا. فاقترح علي الموضوع، قال لي ايش رايك تمسك عندنا التدريب في النادي؟ انا شفتها بالنسبه لي فرصه وما تتطوف، مع انه كان عمري صغير. حتى واجهت انتقادات عديده يعني من بعض المدربين في الانديه الثانيه، انه شلون يعني شخص صغير بالعمر ويمسك التدريب في الرياضه او في اللعبه. حصلت انتقادات، لكن هذه الانتقادات اللي انا حصلتها كانت بالنسبه لي تحدي ان انا اثبت لهم ان انا مدرب مميز. في موسم 2013 2014 انعرض علي من النادي اني اصير مدرب في نفس النادي. ما ترددت ولو للحظه، على طول وافقت، ومن سنه 2014 انا مدرب لليوم. اكيد طبعا هذا الاختيار وهذا القرار نابع من مسؤوليه، لانه قرار جدا مو سهل ان انت تنقل خبرتك وفي عمر صغير الى لاعبين اخرين. الحوار جدا شيق ومستمتع بالحوار معك، ولكن نطلع فاصل. مشاهدينا الكرام، ننتقل معكم الى فاصل ونستكمل من بعدها حوارنا مع الكابتن فاضل سفر.
رجعنا لكم بعد هذا الفاصل ونستكمل حوارنا في مجال لعبة الجودو مع الكابتن فاضل صفر. كابتن، يعني قبل الفاصل كنا نتكلم عن موضوع انتقالك إلى فكرة ومشوار تدريب اللاعبين. لو بسألك عن الفرق بين تدريب الناشئين وبين تدريب المحترفين في الجودو، شنو الفارق بينهم، خاصة من ناحية ممكن التكنيك، ممكن التعامل مع اللاعب واستيعابه للعبة؟ أكيد راح يكون يعني في تفاصيل تفرق وياك مدرب. هذا بالنسبه لي ترى سؤال جدا مميز، يعني انا اشكرك على هذا السؤال. يعني حق اي رياضي مثلا او حق اي لاعب جودو يتابعنا، هذه نقطه جدا مهمه. احنا عندنا في الكويت او تقريبا نوعا ما في الوطن العربي عندنا رياضه الجودو ما لها شعبيه كبيره جدا، فيواجهون اللاعبين صعوبات كبيره بين الفرق بين البطولات المحليه والبطولات الخارجيه. ليش؟ انه في البطولات الخارجيه يواجه لاعبين محترفين، في البطولات المحليه يواجه لاعبين هواة. انت سميتيهم في السؤال هم لاعبين ناشئين، لكن انا اسميهم لاعبين هواة ولاعبين محترفين. السبب في هذا، احنا في بدايات اشتراك لاعب الجودو عندنا في اللعبه نبدأ نعلمه اساسيات لعبه الجودو أو طريقة لعبة الجودو. احنا لعبة الجودو عندنا اللاعبين المبتدئين يواجهون صعوبة حتى في طريقة المشي، يعني هم في الخارج لعبة الجودو مثال على ذلك، يعني مثلا في اليابان تدرس عندهم في المدارس، فاللاعب لما يلعب وياك بطولة خارجية هو لاعب محترف، هو لاعب متشبع لعبة الجودو. فاحنا اللاعبين المحليين اللي عندنا أنا لازم أي شكله من الصفر، أشرح له طريقة أو لعبة الجودو من البداية من الألف إلى الياء، أحاول أخليه يستوعبها عدل عشان يستوعب أو يقدر يشارك في البطولات المحلية. لكن إحنا على الفترات اللي نقدر يعني نجهز فيها لاعب جودو حق البطولات المحلية فترات جدا صغيرة، فأنا أحاول بشكل سريع وبشكل مبسط أجهز اللاعب عشان أحاول أحقق فيه إنجاز محلي. فهني في الكويت عندنا أنا أجهزه كلاعب هاوي، مستحيل ان انا اجهزه كلاعب محترف. اذا كنت بجهزه كلاعب محترف احتاج منه ان حضوره صبح وعصر، التزامه معاي طول السنه، وخاصه حتى التغذيه. اي يعني هو التغذيه والرياضه نفسها. يعني اللاعب المحلي هني عندنا في الكويت من ناحيه التغذيه بعيد كل البعد عن اللاعب المحترف. فهني في الكويت انا مثل ما قلت لك اجهزه حق البطوله المحليه بشكل جدا سريع، أعطيه بس على المستوى في اللياقة أحاول أرفع منه، في الباور أرفع منه، حتى في التكنيك أو في الأمور الفنية في لعبة الجودو. لاعب الجودو المحلي في الكويت مستحيل يعدي 30 إلى 40% من الناحية الفنية، فهو ما يكون متشبع حق البطولات الخارجية. إذا كان اللاعب المحترف لا طبعا الموضوع مختلف، يعني اختلاف كلي، راح ياخذ نسبة 70 إلى 80% في الأمور الفنية. يحتاج إلى تفرغ كبير، يحتاج إلى معسكرات خارجية، يحتاج إلى يعني تغيير، يعني حتى ذهن اللاعب المحلي أو اللاعب الهاوي مو نفس تفكير اللاعب المحترف، يختلف اختلاف كبير. يعني أنت عشان تجهزه حق البطولات الخارجية أو بطولات المحترفين تحتاج لك إلى تفرغ كبير، يحتاج هو يكون متواجد معي بشكل كبير جدا. فاللاعب المحترف يختلف عن اللاعب الهاوي. لو بسألك بشكل يعني من زاوية ثانية، شنو رأيك بمشاركة المرأة الكويتية في بطولة يعني لعبة الجودو، وخاصة إنه يعني ما شاء الله البنات بالفترة الأخيرة اكتسحوا الساحة الرياضية في كل أنواع الرياضات، سواء الثقيلة القوية الأثقال الكروسفيت والجودو، المرأة يعني برزت فيها. فأبي رأيك في هذا الموضوع. أنا بالنسبة لي يعني مشاركة المرأة في لعبة الجودو أو في الرياضة بشكل عام أنا مؤيد بشكل كبير، يعني أن المرأة تشارك في الرياضة. وبعدين بالنسبة حق لعبة الجودو البعض يعتقد أنها هي حق ناس مثلا أصحاب بنية كبيرة ولا لا، هي ما لها علاقة. يعني أنا وزن خفيف في لعبة الجودو حتى بالنسبة حق المرأة، لأن الجودو تعتمد على عدة عوامل، يعني اللي هي الأمور الفنية والأمور اللياقة، مو بس حتى القوة والباور يعني. فبالنسبة حق المرأة ومشاركتها في لعبة الجودو أنا معه، وبالنسبة لي هي انظلمت في رياضة الجودو. مشاركة المرأة في الكويت مظلومة جدا، يعني هو سبق وأن شاركوا لكن الظروف ما كانت مناسبة لهم. يعني
هم شاركوا على طول في البطولات الخارجيه، ما تم تنظيم لهم بطوله محليه ان يتنافسون بينهم بين بعض. انت ما يصير تجيب شخص مبتدئ وتخليه يلعب في بطوله خارجيه على طول. انت كان في عندنا احنا هني منافسات، كان عندنا في بعض النساء شاركوا، بس شاركوا في بطولات خارجيه على طول. يعني انت لعبتها توها لاعبه جديده مبتدئه، لعبها في بطوله اسيا. لاعبين اسيا لاعبين محترفين، والمراه الكويتيه تعتبر يعني في لعبه الجودو مبتدئه، يعني بعيده كل البعد. كان من الاولى انك تخليهم يشاركون في بطولات محليه، يصير في تنافس بينهم بين بعض على مدار السنين، وتجهزهم في معسكرات خارجيه الى ان يشاركون في بطولات خارجيه. لكن هم يعني شاركوا في بطولات خارجيه دايركت، صار في عندهم مثل انكسار، يعني خسروا. وفي يعني في البدايه حتى ما مداهم يلعبون يعني اللعبه، يعني مثل ما يقولون خسروا شر هزيمه يعني. فهذا كان ظلم بالنسبه لهم انهم يشاركون في بطولات خارجيه دايركت. كان من الاولى انك تسوي لهم بطولات محليه وتزيد عدد الانديه في الكويت عشان يصير في تنافس بينهم بين بعض، لين تتطور اللعبه في الكويت او رياضه المراه في لعبه الجودو في الكويت، لين ما يصير هم مستواهم عالي يشاركون في بطولات خارجيه. وانا معه بشكل كبير، ويعني بالعكس اتمنى كل الانديه تفتح وتخلي المراه تشارك في لعبه الجودو. اكيد ان شاء الله. يعني وهذا يحتاج الى مدرب يكون يعني ماسك اللاعبين بشكل صح، سواء كانت مرأة او شاب. لو بسألك شنو اصعب موقف مر عليك كمدرب؟ والله يعني المواقف جدا كبيره. هو من يعني انت يعني احنا لما نشوف في لاعبين، بعض اللاعبين يكونون، انا قبل فتره طلعت من بطوله الصغار الحمد لله اخذنا فيها المركز الثاني. انت تشوف اللاعب الصغير لما يطلع يبكي هذا بروحه يدمر. يعني انت شلون تساحل اللاعب، شلون تهيئه معنويا مره ثانيه انه ما يبطل لعبه الجودو، فهذا شيء بروحه يكسر. لكن موقف صعب، احنا في احد المواسم مرينا يعني في فتره جفاف ما حققنا فيها نتائج وكنا على المحك. شنو تتصرفون في هذا الموسم او هذه الفتره؟ احنا قعدنا استعدينا حق البطولات، يعني حق الموسم القادم مده سنه كامله. يعني احنا طلعنا في الموسم اللي طاف خالين من غير اي مركز. فانا كمدرب كانت ممكن مسيرتي التدريبيه تنتهي على هذا الموسم، يا اما انك تحقق يا اما انه خلاص يعني يتم انهاء عقدك وتتوكل على الله، ما حققت نتائج. فانا اجتمعت في عده لاعبين انا كنت اعتبرهم هم مثل اخوان لي انا، فقلت لهم طالب منكم طلبه، وانا على اتم الاستعداد ان اكون معاكم صبح وعصر نستعد حق الموسم القادم. اذا انا ما يعني اعطيتكم يعني اللي عندي، انا ما راح اتم مدرب، وراح نحقق البطوله راح نحققها. فقعدنا استعدينا حق الموسم اللي هو هذا الحالي، صبح وعصر. حتى في الصيف يعني العاده انا سفره الصيف اخذ اجازه واطلع، لكن كنسلت السفره. استعدينا تقريبا 3 أشهر بالصيف صبح وعصر كامل مع اللاعبين الابطال اللي انا اوجه لهم تحيه. ودخلنا الموسم، احنا كنا مفاجاه الموسم الرياضي هذا في الكويت. فريق الناشئين في نادي اليرموك صار فيه اكتساح بالبطوله، حققنا فيه المركز الاول من بعد جهود الابطال. فهذا الشيء انا ما كنت انساه يعني ولا راح انساه يعني. وبعد ما حققنا احنا هذا المركز في فئه الناشئين، صار حافز حق باقي الفئات السنيه. قبل احنا اسبوع تقريبا حققنا كذلك المركز الثاني في فئه الصغار، واصبحنا في الترتيب العام في لعبه الجودو في الكويت نادي اليرموك في المراكز الاولى في كاس التفوق. ما شاء الله، يعني نجاحات كثيره ما شاء الله تنحسب لكم. لو بسألك شنو طموحاتك كلاعب وكمدرب؟ أنا كلاعب خلصت الحمد لله، حققت كل اللي أقدر عليه وتوجهت لمجال التدريب في سن صغير. لكن طموحي في مجال التدريب السقف جدا عالي وإن شاء الله أوصل له. محليا حاطين طموح إن شاء الله إحنا، وحاطين خطة مع مدير لعبتنا الكابتن محمد دشتي أوجه له تحية، والكابتن علي صفر أخوي، أن في الموسم القادم أن احنا نكون في المركز الأول في كاس التفوق. وأتمنى أنا في يوم من الأيام في شغلة أنا ما حققتها كلاعب، أن أنا أطلع
لاعب يكون على ايدي يحقق مراكز في الاولمبياد. هي طبعا ما صارت في الكويت ان اي لاعب جودو يحقق احد المراكز الاولى في بطوله الاولمبياد. فانا هذه احد امنياتي او طموحي ان اجهز لاعب حق البطولات الخارجيه يمثل دوله الكويت انه يحقق بطوله الاولمبياد او المركز الاول في البطوله الاسيويه. طبعا يعني ما شاء الله على الانجازات الكثيره. لو بسالك شنو اقرب بطوله لقلبك سواء كانت المشاركه فيها، الاجواء اللي فيها؟ هي البطولات الحمد لله عديده. انا سبق وان ذكرت في بطوله هي اللي كان عندي منافس شرس فيها، لكن كذلك انا عندي في بطوله الخليج. كنت انا مصاب، كان عندي خلع في المرفق وكنت خارج الموسم نهائيا، لكن بعد ما أديت أداء رجولي في بطولة الكويت أصر مدرب المنتخب أنه يتم اختياري، على الرغم من أن أنا كنت مجبس إيدي وكان ممكن بعد يعني أسبوعين أو 3 أشيل الجبس. فمدرب المنتخب أصر أن أنا أكون معاه في المعسكر الخارجي. خطورة على الإصابة؟ خطورة علي أنا كلاعب وحتى مجازفة من المدرب، لكن المدرب حط فيني الثقة وقال أن أنت لاعب يعني مميز وأنا مستعد أجازف في وظيفتي، لكن أنت تشارك معي تشارك. فأنا طلعت معاه في بعثة المنتخب في سنة 2007 تقريباً. كنت بس أتمرن تمارين لياقة بدنية لأن كانت إيدي للحين ما كنت جاهز. وهو حط فيني الثقة وأنا كنت الحمد لله قدها تمرنت كثر ما أقدر لين ما إيدي الحمد لله صارت أمورها طيبة. وشاركت في بطولة الخليج كانت في قطر تقريبا في الدوحة، حققت فيها المركز الأول وكنت أصغر لاعب في البطولة أنا أشارك، وهم كنت طالع من إصابة. فهذه البطولة اللي كانت في الدوحة تعني لي الكثير، يعني كانت بطولة الخليج. وكأجواء يعني هل في بعض البطولات اللي كانت يعني فيها أحداث ممكن مؤثرة في مشوارك؟ يعني هي الأحداث اللي كانت في البطولة في حدث اللي هو نفس الميدالية اللي أنا أخذتها الحمد لله. يعني طلعنا احنا في بطولة او في لعبة الجودو بشكل عام هي لعبة فردية، لكن على كثر ما اللاعبين يحققون نتائج الفريق بالمجمل العام يحقق مركز. فأنا كنت أحد أسباب أن يعني دولة الكويت تحقق المركز الأول في بطولة الخليج في الدوحة. هذه الميدالية اللي أنا حققتها كانت هي أحد الأسباب اللي هي أن المنتخب الكويتي بشكل عام بالترتيب العام يحقق المركز الأول. فهذا بحد ذاته يعني أن أنت ترفع علم الكويت برا يعني فخر جدا. أنت توقف على المنصة تحط العلم دموعك تنزل لا إرادي، فهذا شيء جدا أنا أفتخر فيه. ولو بسألك كسؤال أخير، أبي منك كلمة أخيرة ونصيحة أخيرة للي حابين إنهم يدخلون مجال لعبة الجودو، شنو ممكن تقولها؟ لعبة الجودو لعبة جميلة جدا. لعبة الجودو هي مو لعبة يعني احنا بالعامية احنا نقول مثلا البعض يقول لعبة الجودو هي طق مطاقق ولا نجرة ولا هواش ولا لا. هي لعبة الجودو هي لعبة رياضية، لعبة أولمبية، لعبة جميلة جدا، لعبة فيها فن، فيها ذكاء، فيها يعني من الناحية المعنوية تعطيك شخصية، تعطيك حتى دافع لقدام انك تحقق البطولات. فأنا يعني حتى بالنسبة حق أولياء الأمور اللي ما يعرف اللعبة تعمق فيها أكثر، شوفها، تابعها في السوشيال ميديا ولا تفضل عندنا في النادي وشوف اللعبة، اخذ نبذة بالكامل عن اللعبة. وأوجه يعني رسالة حق الجميع إن احنا قاعد نحصل دعم من الدولة في تطور اللعبة. ف يعني حتى مع الاطفال اللي تشوفوا عياله مثلا مو في كره القدم او في اليد او في السله، في العاب فرديه مظلومه وعندها دعم كبير، تعال جيب ولدك خليه يشارك. واللاعبين اللي اساسا في اللعبه موجودين حاليا لا تأيس، خل عندك طموح، خل عندك حافز. هي لعبه فرديه، انت حط حق نفسك طموح وانت اهتم في نفسك، مو شرط تنطر
احد يعني يركز عليه. لازم يكون في مجهود مشترك ما بين المدرب واللاعب، يعني يكون هو يعطي من إيه نفسه. بالضبط، انت توصل لمرحله يعني انت تهتم في نفسك حتى تركز اكثر عشان تحقق انجازات او طموحك اللي انت حاطه ببالك. أكيد. كل التوفيق لك كابتن فاضل صفر في مجال لعبة الجودو، أتمنى لك مزيد من التألق في تدريبك للاعبين، ونورتنا في حلقتنا في برنامجنا من زاوية ثانية. كل فخر واعتزاز، وبهذه الإنجازات المبهرة نختم حلقتنا لليوم من اللي كانت مثال لإنجازات أبناء هذا الوطن، وبالتأكيد ألقاكم في حلقة قادمة وإنجازات أكثر.